احنا النهارده هنتكلم على منطقة من أهم المناطق الموجودة في التجمع للعمارات السيبريت أو العمارات المنفصلة. احنا الفيديو اللي فات شرحنا خريطة التجمع بشكل سريع ومبسط بدون تفاصيل كتير عشان محدش يتلخبط. حاليا دلوقتي احنا هنتكلم عن منطقة من أهم المناطق الموجودة في التجمع وهي منطقة بيت الوطن. طيب خلينا كده بريف سريع عن الفيديو اللي فات خاصة بخريطة التجمع. احنا من الجهة الشمالية عندنا طريق السويس وليه اكتر من دخلة الميراج ودخلة الرحاب وفاميلي بارك ودخلة التسعيني الشمالي، ومن جنوب في طريق القطامية العين السخنة وليه برضو اكتر من دخلة، ومن الجهة الغربية هيكون الدائري اللي ليه برضو دائري المعادي ودائري المقطم والهرم، ده ليه اكتر من دخله، في دخله الشويفات وغرب الجولف، وفي دخله التسعين الجنوبي وعند الاكاديميه، وفي قدامها بعدها يعني بشويه كده منتجع النخيل او محور جمال عبد الناصر. التسعين الجنوبي بيبدا معايا من طريق الNA لحد الدائري الاوسطي وبينزل على القطامية العين السخنه، والتسعين الشمالي بيبدا من ظهر الداون تاون حتى مرورا بالشمال حتى وصولا للطريق السويس. العاصمة بقى الإدارية موجودة على الفاصل ما بين التجمع اللي هو الدائري الأوسط التجمع والعاصمة الإدارية. منطقة بيت الوطن هي حوالين مناطق صعب جدا تتكرر تاني في الخريطة، يعني عندنا مدينتي، الرحاب، العاصمة الإدارية. طيب منطقة بيت الوطن أصلا الحدوتة بتاعتها إيه؟ هي مطروحة من سنة 2012 للمغتربين خارج مصر. كان فرصة للمغتربين خارج مصر إن هم يستثمروا في مصر، وفرصة لمصر إن هي تحصل عملة صعبة من المغتربين خارج مصر. طيب هم طلبوا إيه المغتربين؟ طلبوا إن الأرض ما تتسلمش صحراء، الأرض تتسلم مترفقة كهرباء ومية وصرف مطر. فمنطقة النرجس الجديدة، بيت الوطن، شمال الرحاب هي مناطق من الجيل الرابع اللي هي المرافق الأول وبعد كده المباني. تمام؟ بخصوص بقى منطقة بيت الوطن بيحدها من الجهة الشمالية طريق السويس، ومن الجهة الجنوبية محور بن زايد اللي رابط التجمع بالعاصمة الإدارية، وبيتقسم في العاصمة الإدارية لبن زايد الشمالي وبن زايد الجنوبي بيتوسطوا النهر الأخضر. ومن الجهة الشرقية مجموعة كومباوندز كبيرة جدا زي هيليو بارك، بالم هيلز، وماونتن فيو اي سيتي. ومن الجهة الغربية كومباوند هنا المراسم أو منطقة الجولدن سكوير على حدودها والنادي الأهلي والجزيرة والشرطة. والجولدن سكوير من حدودها الغربيه الانديه الاجتماعيه اللي هي ايه، نادي الرويال وبنك مصر وبلاتينوم ووادي دجله، وده التسعيني الشمالي. فمنطقه بيت الوطن يحدها من الشمال طريق مهم جدا، ومن الجهه الجنوبيه طريق رابط التجمع بالعاصمه، ومن الجهه الشرقيه ومن الجهه الغربيه اكبر كومباوندز موجوده في مصر، وانديه اجتماعيه وانديه رياضيه. ده كده بالنسبه للحدود الخارجيه لمنطقه بيت الوطن. ده بيت الوطن نفسه. بيت الوطن متقسم 8 أحياء، الحي الأول، تاني، تالت، رابع، خامس، سادس، سابع، تامن. أحياء الزوجية كلها ناحية الأندية، والأحياء الفردية كلها ناحية الكومباوندز أو ناحية مدينتي. بيتوسطهم منطقة الفيو زون. منطقة الفيو زون دي زي المحاكاة بتاعت النهر الأخضر اللي موجودة في العاصمة الإدارية. دي موجودة فيها مناطق حسب الخريطة المرسومة هنا، ده الهايبر ماركتس، دي منطقة تورستيك اريا خدمات فندقية، ده نادي اجتماعي، نادي رياضي، نادي اجتماعي. الجزء اللي تحت ده منطقة ترفيهية زي الداون تاون كده في التجمع ولكن في منطقة خضراء. الجزء الكيرف ده هيبقى موجود في educational اريا اللي هي في جامعة عين شمس، والجزء الصغير ده محطة كهرباء، وبقية اللسان ايه مكان طبي او مكان مخصص للعيادات. حي صغير ده اسمه الحي التكميلي، تكملة الحي التاني يعني. الحي الصغير اللي فوق ده مميز قوي، دي منطقة اسمها النورث هاوس. ايه اللي بيميز المنطقتين دول؟ الأراضي بتاعتهم صغيرة، فالشقة فالدور قصدي بيطلع على شقتين، متوسط مساحات الشقق بتبقى من 140 لحتى 170 180. طب هي مميزة ليه؟ لأن بقية الأحياء الكبار دول أول، تاني، تالت، رابع، خامس لحد التامن الأراضي بتاعته بتبقى كبيرة شوية، بتبقى أكبر من 720 متر، فالدور بيطلع على 3 شقق. فالشقة التالتة دي بتبقى خلفي أو بتبقى جانبي، فبتبقى هي المساحة اللي أنت ممكن تلاقيها أمامية في الحي التكميلي أو النورث هاوس. دايما بتطلع أي شقتين اللي قدام مثلا الأماميين بيكونوا إيه 190 و200 متر وهكذا، والشقة الجانبي أو الخلفي هي اللي بتبقى 140 و150. إنما المنطقتين دول بيدولك الفرصة إن أنت تبقى مساحة الشقة بتاعتك 140 150 160 170 وتكون أمامي.
ده التاني الشمالي، ده الحي التكميلي، وده نورث هاوس. ما بينها وما بين السوق الشرقي للرحاب حوالي 3 كيلو. يعني اقرب منطقه خدمات شغاله حاليا دلوقتي هي سوق الشرقي في الرحاب، وقريبه منها ب3 كيلو. كل حي من الاحياء ليه منطقه خدمات لحد من الكثافه اللي هتكون الكثافه السكانيه الموجوده في الحي نفسه. يعني مفيش حي يروح عند حي تاني. ليه؟ لان انت عندك اوريدي منطقه الخدمات بتاعتك، ومنطقه الفيو زون دي بتخدم على كل الاحياء، رابطه من طريق السويس حتى وصولا للدائري الاوسطي او وصولا للعاصمه الاداريه. تخطيط، شايف حضرتك الشوارع اللي جوه دي؟ ده تخطيط شركه اوراسكوم، والبنيه التحتيه مقاولين العرب وحسن علام. البنيه التحتيه اللي هي الايه؟ الخدمات اللي لسه متكلمين عنها، كهرباء وميه وصرف مطر. ولكن التخطيط نفسه شركه اوراسكوم. يعني ايه بقى؟ يعني اقل الشارع عرضا داخلي 24 متر، الفواصل اللي ما بين الحروف 32 متر، الفواصل اللي ما بين الاحياء الكبيره دي 72 متر. الردود الجانبيه ما بين عماره والعماره، يعني المسافه اللي ما بين كل عماره وعماره في حدود حوالي 7 متر، 3.5 و3.5. والردود الخلفيه اللي هي بظهر العماره وظهر العماره اللي وراها في حدود 8 متر، تبقى 4 متر العماره دي و4 متر العماره دي. الانشائي بتاعها هي ارضي و3 ادوار، الدور بيبقى على شقتين او 3 او 4. لو مساحه الارض اقل من 720 متر هتكون على شقتين، لو مساحه الارض اكبر من 720 متر هتكون على 3 شقق، لو مساحه الارض اكبر من 950 متر هتكون على 4 شقق. ودي نادرا جدا، يعني الاغلب بيكون يا على شقتين يا على 3. دي منطقه بيت الوطن، منطقه مميزه جدا لان هي من الجهه الشرقيه ومن الجهه الغربيه كومباوندز، يعني مفيش منطقه عمارات تانية بتنافسها، فعشان كده تقدر تحدد سعر المتر بناء على المنطقه اللي جنبها اللي هي مبنيه اوريدي. لا، احنا هنا جنبنا كومباوندز، فسعر سقف المتر مرتفع جدا. يعني ما نقدرش ان احنا نقول مثلا ده هيبقى اخرها مثلا يعني 30,000 جنيه، ما اقدرش اقول كده، لان انا دلوقتي المنطقه المحيطه كلها كومباوندز. الكومباوند اقل كومباوند ضعف سعر المتر، فانا دلوقتي سعر المتر عندي مفتوح شويه، عندي اريحيه، غير منطقه مثلا زي النرجس الجديده قدامها النرجس عمارات، ومرتبطه برضه بسعر متر المنطقه اللي حواليها. لكن بيت الوطن لا، مفتوح شويه، فالاستثمار فيه عالي جدا. هو منطقه كبيره شويه، هي حوالي 5500 فدان، منطقه كبيره شويه، وكل حي يعتبر منطقه مستقله بذاتها. يعني زي ما انت شايف كده في منطقه خدمات في كل حي. طب الاحياء دلوقتي اللي فيها نسبه انشاءات كويسه جدا فين؟ حي تكميلي الاول، الثاني، السادس، الثامن، شويه الرابع، شويه الخامس. ولكن الاحياء الزوجيه فيها انشاءات اكبر شويه من احياء الفرديه. لو اتكلمنا مثلا عن الخامس والاول، في الاول فيه انشاءات كويسه جدا جدا، الحي الخامس برضه فيه انشاءات محترمه جدا، الثالث شويه، السابع يعني، لكن الجزء اللي على الزوجي فيه كتير جدا انشاءات.